بجدد تحيه لحضراتكم من تاني. والحقيقه يعني الحلقه دي انا بعتبرها حلقه عائليه، وحلقه انا استنيتها بقالي فتره طويله جدا، لكن يعني ضيفنا كان تقلان علينا شويه، وبقالي سنه بقول له يجي، لكن الحمد لله ان الظروف اتيحت وبقى موجود معانا النهارده. ضيفنا النهارده مش عايز اقول ضيفنا، هو صاحب بيت، يعني رجل اللي حمل كل طموح وامال محافظه الفيوم على كتفه، واستطاع ان هو يعمل فريق. يعني هو عمل فريق زي ما بقول لحضراتكم، عمل فريق اسمه هويدي، وبعدين لعب في كل الدرجات، كان اسمه سيراميكا الفراعنه، وبعد كده رجع هويدي تاني، وبعد كده مصر للمقاصه. ما بين هذه السطور في تفاصيل كتيره جدا هنشوفها مع ضيفنا اخي وصديقي العزيز مرارا وتكرارا. هرحب بيه كابتن وليد هويدي، منورنا. اهلا بحضرتك كابتن اسلام، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. حقيقي بحب يعني عن سعادتي بوجودي في التلفزيون المصري. يمكن مسبيرو ده بيفرق مع الواحد بيحس بعبق التاريخ لما بيجي هنا. يعني حتى لو فيه حاجه في الاذاعه ببقى سعيد لما باجي هنا في مسبيرو. بتحب تيجي التلفزيون المصري دايما؟ طبعا طبعا. الحقيقه حضرتك مشرفنا ومنورنا، ويعني نروح. طيب قبل بقى ندخل في الحلقه فاصل كده سريع ونرجع لحضرتك، ايه رايك؟ تمام، يلا بينا. كابتن ودي تجربه مهمه جدا، ويعني قول لي مين اللي صدقك لما قررت انك تعمل فريق وبعدين توصل تلعب كونفدراليه وتلعب دوري ابطال افريقيا؟ خلينا ناخد البدايه بالاول، الفكره جات لك ازاي واشرح لي بقى الدنيا مشيت ازاي. لا، هي الفكره يمكن كانت سنه 98. ان طبعا كان محافظه الفيوم ما كانش فيها فرقه لعبت في الدوري الممتاز. تمام. كل المحافظات، معظم المحافظات تقريبا كانت لعبت في الدوري الممتاز ما عدا معظم محافظات كان الصعيد يعني. حتى بني سويف جنبينا كانت في السبعينات، المنيا، سوهاج، حتى اسيوط بقى في بترول وفي اسمنت اسيوط لو تفتكر. وطبعا ألمونيوم نجا حمادي، يعني نجا حمادي المركز في محافظه قنا. اسوان. فمعظم محافظات الصعيد، حتى البحر الاحمر برضه كانت الجونه فيه. فما كانت الفيوم الوحيده من المحافظات اللي ما كانتش ممثله في الدوري الممتاز. ده كان جت الفكره من الحته ديت يعني. فجت في عندي فكره انشاء النادي ديت. يمكن الواحد كان عنده حوالي 24 25 سنه يمكن في الوقت ده. بدري جدا. بالظبط. فالحمد لله يمكن كانت فكره، ودايما يمكن اي انجاز بيبتدي بفكره، بس انت بتبقى مؤمن بيها وتوفر لها بقى يعني عوامل كتير. طبعا توفيق الله عز وجل قبل كل شيء. فديت كانت البدايه كانت ان اتعمل النادي بالظبط. يعني الاشهار بتاعه كان في 11/98. كان لازم يمر عليك سنه عشان خاطر هو طبعا نادي اهلي، مقره منشأة هويدي مركز ابشوي الفيوم. كان لازم يمر عليك سنه عشان تشترك في الدوري الممتاز، يبقى عندك ميزانيه او يعني او ما يسمى بقى في الحكومه بالحساب الختامي. لان ديت من ضمن الحاجات اللي بتقدمها لاتحاد الكوره، يعني الحساب الختامي مع ارض التخصيص للارض، واللي هي بتاعه الملعب، مع يعني بعض الاوراق الشروط اللازمه كلها الخاصه علشان تشهر نادي. بالظبط. ويمكن انا فاكر يعني كان الفضل الله ثم للمرحوم الحاج احمد الرمادي، كان ماسك منطقه الفيوم في الوقت ده. في اشتراكنا هو طبعا الاستاذ احمد صبري البكباشي، اشتركنا في الاتحاد المصري لكرة القدم. تقريبا اشتركنا في موسم 99 2000. دي كانت البدايه في الدرجه الرابعه. بالظبط. طيب معلش برضو عشان يعني قول لي المحيطين بيك خدوا الفكره ازاي واستوعبوها ازاي واقنعتهم ازاي؟ لا، هي طبعا دايما اي بدايات او بتاع بتبقى يعني ناس ما تبقاش مصدقه في الامر او بتاع، يعني يعتبر مثلا لعب واحد يعني كان في بعض التشكيك في الامر في البدايه، لكن الواحد كان مؤمن بالفكره يعني. وكنت بعذر الناس يعني، لانه كنت بقول ان يبقى الرد عملي. لما يلاقيك ناجح ان شاء الله هيقتنع بالفكره وهيأيدك. ابتدينا في الفتره ديت يعني انا اقول لحضرتك على حاجه بدايتني. كنت تدريبات في مدرسه الزراعه
مدرسه ابوكس الزراعيه، ده كان آه. بداية الملعب بتاعها، كان ملعب ترابي. مدرسه تعليميه. بالظبط. وبعد كده نادي ابشواي، بعد كده رحنا الفيوم. كنت لازم ان انا ننقلها لاستاد الفيوم عشان مدينه الفيوم هي سنتر للمحافظه كلها. بالظبط، استاد الفيوم اللي بيتمرن عليه فريق الفيوم. بالظبط. وكنا في الدرجه الثالثه، ويمكن اول فرقه اشتركت وهي في الدرجه الثالثه انها تتمرن في الاستاد. في الوقت ده. طبعا كان المدير الفني طبعا اخويا الكبير كابتن سيد شحته، وهو صاحب الفضل بعد الله برضه في ان انت صعدت من الدرجه الرابعه للدرجه الثالثه للثانيه للممتاز به. الكلام ده في كل درجه كان سنه ولا قعدت بص يا سيدي، اول سنه بالظبط يعني احنا قعدنا سنه، اول سنه في الدرجه الرابعه. وبعد كده صعدنا على طول للثالثه، وبعد كده صعدنا على طول سنه ورا بعض لحد ما وصلنا للممتاز به. وده كله تحت مسمى هويدي. قعدنا سنه، كان الفرقه اسمها هويدي. بالظبط. قعدنا سنه بالظبط واحنا بنلعب باسم هويدي في الممتاز به. كنا بنلعب الصعيد من الفيوم لحد اسوان. تمام. فالسنه ديت انا يمكن اقول لحضرتك الحاجه الفارقه دي. السنه ديت احنا هبطنا في السنه دي. هبطوا. واتلغى الهبوط فيها. اتلغى الهبوط فيها. كانت اعتقد الكلام ده كان في 2004 تقريبا او 2005. لا 2004. لو كنت هتهبطوا، لكن الهبوط اتلغى في الفتره دي. في 2005 اتلغى الهبوط. احنا اولا اللي استفاد من في الدرجه دي احنا تقريبا وبلديه المحله وتقريبا المنصوره. كانت الفرق يعني الثلاث فرق دول كانوا هيهبطوا تقريبا. يعني لا يعني في الممتاز به اتلغى فيه الهبوط وزادت. يعني احنا تقريبا كنا 12 فرقه او 13 زي اللي حصل السنه دي كده. زاد عدد الفرق. وصلنا بالظبط ل 16 فرقه في الممتاز به. بعد كده طبعا كانت الموضوع ده كان فارق في التفكير يعني. فكنت لازم تفكر في تفكير خارج الصندوق. ان انت ما تكررش نفس اللي كررته السنه دي عشان ما تتعرضش للموقف ده. ولا وفكر تاني بقى ان انت لازم انت عندك ايه يتسوق الا الاسم. مفيش الا الاسم اللي تعرف تسويه. ومين بقى كان بيصرف على الفريق الفتره دي كلها؟ في الفترات اللي فاتت ديت كنا احنا يعني الوالد طبعا الحاج احمد، وكنا احنا اللي بنصرف. يعني كانت الامور برضو خلي بالك يعني الحاج احمد هودي طبعا كل التحيه والتقدير طبعا، راجل يعني فاضل وراجل محترم بالنسبه لي طبعا، والدي وواحد بيتشرف بيه طبعا، وراجل امن بالفكره ووقف جنبك يعني. طبعا هو طبعا السند بعد الله سبحانه وتعالى في اللي حصل طبعا كله وفي الصعود في الفترات اللي فاتت ديت. وطبعا في سنه بالظبط تم الاتفاق مع سيراميك الفراعنه تقريبا 2006. سيراميك الفراعنه 2006 جم كراعي للفريق. بالظبط. ما اشتروش نادي راعي بس المستثمر يعني. لا هي سنه واحده. هو النادي نادي حكومي، نادي اهلي، لا يباع ولا يشترى يعني. بالظبط. لكن هو يتم استثمار. على فكره كان في الوقت ده ما كانش الفكره ديت خالص موجوده، ولا كان اصلا القانون. يعني هو الحمد لله في قانون 2017 دلوقتي بيتيح فرص وحرر الانديه، يعني فتح لها سكك كتير للاستثمار. وبالفعل انت شايف يعني حاليا بقى في طفره في الحته ديت. فحضرتك تعتبر اول حد اقترح الفكره دي ان يبقى في مستثمر يعني يقود نادي للنجاح. بالظبط. التجربه قعدت سنه واحده وطرقت لاداره الفراعنه ما نكملش، خلاص قعدنا برضو سنه ثانيه لوحدينا، وبقت سبحان الله يعني انا عارف احنا راسلنا يمكن 14 بعد شركه. ما مشيت فرجع النادي اسمه هويدي تاني. ولا شركه جت. ولا حد جه. لا. من ال 14 شركه. يعني بعت ال 14 شركه ولا حد جه. بالصدفه بقى البحته بنلعب مباراه وديه، كنا بنلعب اتحاد الشرطه. في مباراه وديه كان في حكم الله يمسيه بالخير كان اسمه كابتن محسن مختار. تمام. قال في شركه اسمها المقصه عايزه تعمل التجربه ديت. انا في الوقت ده ما كنتش اسمع على مصر المقصه خلاص. وتم بالفعل طبعا قعدنا اعتقد ان احنا قعدنا في مفاوضات حوالي 3-4 شهور وتم الاتفاق. وبصراحه يعني هم كانوا اصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الطفره اللي حصلت. ويمكن انت برضه انت كنت معانا يا اسلام في شرف ليا. وده طبعا انت طبعا احد كباتن الفرقه، قعدت يعني معانا 6 سنين بصراحه في الفرقه. كنت من الاعمده الرئيسيه في الصعود،
لو تفتكر بقى يعني من احسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي ان انا يعني رحت مصر المقاصه في وجود حضرتك. لو تفتكر الجون بتاعك في تليفونات بني سويف انت وطارق حجاج، بالظبط. كانت من المباريات الفارقه ديت، خلي بالك. مباراه تليفونات بني سويف دي يعني كان تليفونات بني سويف بتنافس مصر المقاصه، وديربي قوي جدا. طارق حجاج احرز الهدف الاول وانا احرزت الهدف الثاني وكسبنا 2-1 بالظبط 2-1 في اليوم ده بالظبط، والاتوبيسات اتكسرت كانت امور صعبه جدا يعني. قعدنا في الاستاد بس كانت حلوه. بص طبعا بس ايام حلوه بقى يعني، كان في جمهور وكان في بس كانت حاجه، هي فعلا الجمهور ده هو فعلا يعني عصب الحياه بالنسبه لكره القدم. بالظبط طبعا يعني رب ان شاء الله يا رب يعود باذن الله. ويمكن انت برضه حضرت معانا مباراه الصعود بالظبط، مباراه الوادي الجديد في الفيوم. وكان فيها لا يقل عن 25,000 متفرج بالظبط. الاستاد كله كان مليان، وكان وشفت يمكن لما حصل بعد الفوز الاحتفالات اللي كانت في البلد، فرحه كبيره جدا وفرحه مهمه جدا. اول مره فريق الفيوم يمثلها فريق في الدوري الممتاز، وما يبقاش الفيوم، يبقى مصر المقاصه، والناس كلها التفت حوالين مصر المقاصه. مصر سنه 2009 2010 ما انت هي مصر برضه، مصر المقاصه الفيوم بالظبط، النادي بيمثل البلد وكانت الناس بقى يعني ايه ما صدقت ان لقت في نادي عايز يصعد للدوري الممتاز. يمكن برضه انت شفت الجمهور كان بيمشي معانا واحنا حتى في الممتاز به في كل حته، صح. في سوهاج، حتى في الالومنيوم، في نجع حمادي كان يروح في الغردقه، في اي مكان في مصر. بصراحه الجمهور الفيوم كان هو رقم واحد معانا يعني. والحقيقه لعبتوا ماتشات كتير جدا في الدوري الممتاز في الفيوم. اعتقد يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي ما كانوش بيلعبوا في الفيوم، بس يمكن قعدت 3 سنين ما تخسرش في الفيوم. بالظبط. انت شفت يمكن في الفيوم في الدوري ساعه ما كنا في الدوري الممتاز الاستاد كان بيتقفل طبعا. وكن يعني فاكر يوم مباراه الزمالك هنا 45 اتوبيس من الفيوم، 45 اتوبيس مليان. احنا كنا واخدين مدرج كامل لا يقل تقريبا اعتقد انه عن 2500 متفرج، بالاضافه الفيوميه اللي هم متواجدين هنا في منشط ناصر او في محافظه القاهره. وبرضه في مباراه الاهلي وفي مباراه الاسماعيلي في الاتحاد. فالحمد لله يمكن احنا نادي بيمثل المحافظه، ونادي من احد الانديه الجماهيريه اللي هي فعلا ايه يعني احنا اتاثرنا بغياب الجمهور بعد ذلك، وغيابنا كمان بعيد عن الفيوم خلانا برضه ايه قل لنا بنسبه 50% يعني من قوتنا. فطبعا بعد كده طبعا جاء تحت قياده اللواء محمد عبد السلام، وقعدنا احسن يعني سنين العمر في الفترة اللي فاتت، ولعبنا في الكونفدرالية ولعبنا في دوري الأبطال، خدنا المركز الثاني في وديت يمكن من يعني سبحان الله من فريق بيتمرن في مدرسة على التراب ان هو يوصل ان يلعب دوري أبطال أفريقيا، اللي فيه أندية كتير جدا في الدوري الممتاز عريقة وأساميها كبيرة ما نالتش هذا الشرف الحقيقة. بص أقول لك على حاجة، هو التجربة بتاعتنا بتثبت ان ما فيش حاجة اسمها مستحيل، لا مستحيل، وان الفقر مش فقر الجيب، لا ده فقر المخ. بالظبط. وهو طبعا بقول لحضرتك في الاول وفي الاخر هي توفيق الله عز وجل، لكن لازم تاخد بالاسباب. وربنا يعني بيكرم الناس اللي بتتعب، وحضرتك اجتهدت ووفرت كل عناصر النجاح علشان كده قدرت انك تنجح يعني. وطبعا هو طبعا توفرت، ما فيش نجاح لفرد، هو النجاح مجموعه. بالظبط. مجموعه مع بعض هي اللي بتنجح المكان. لحد يعني برضو احنا حققنا طفره كبيره بصراحه، ويمكن عايز اتكلم فيها التجربه بتاعتنا ديت لانها تجربه محترمه جدا في موضوع الاستثمار. الموضوع ده بالظبط سنه 2014 2015 كان يعني دي المرحله الاولى اللي عدت من عمر المقاصه في الدوري الممتاز. انا طبعا بفضل الله عز وجل بقى لنا 11 سنه، ودي السنه ال 12 في الدوري الممتاز. بس هي انا بقسمها لثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي ايه بتاع الاربع سنين الاوائل، اللي هو بتثبت اقدامك في الدوري الممتاز. المرحله الثانيه بقى ديت لا احنا كمان نقلنا فكره حاجه، احنا لما لقينا طبعا انت عارف كنا طالعين من بعد يمكن توقف النشاط الرياضي وبعد ثوره 30/6 طبعا ابتدت الحياه ترجع تاني للنشاط الرياضي. فكان طبعا احنا كنا اتاثرنا السنتين اللي احنا وقفنا فيها دي، مصر كلها اتاثرنا وطلعنا كنا طالعين بمديونيات. فكان لازم ان احنا ننزل بالعقود. فجت لنا الفكره دي بصراحه، كان الاستاذ محمد مجدي بصراحه وانا والكابتن مجدي عاشور والكابتن جمال عمر كانت فيهم بصراحه. ومجدي عاشور ده بصراحه من دول اللي هي المفروض اللجنه الفنيه. لا وانا عايز اقول لك على حاجه، مجدي ده بالذات هو وجمال عمر الاثنين عندهم مقدره على ازاي يجيبوا المواهب من تحت.
عملنا اللجنه فرقه الفنيه اللي جابوا لك لعيبه، اللي هم اكتشفوا ايمن حفني واكتشفوا عليكم مجموعه من السلام. اللعيبه الكتير اللي ايوه ايمن ممكن حفني طبعا ده بدري احنا في شوية. الممتاز مم. كانوا جايبينه من نادي البدرشين. بالظبط. هم بقى اللي جابوا طبعا مين بقى، كان في باسم عبد العزيز، كان في طبعا الموجود زي ما حضرتك قلت ايمن حفني. بعد كده طبعا في كان احمد الشيخ طبعا. المجموعه ديت مجموعه احمد الشيخ واحمد سامي واحمد مسعود والمجموعه دي كلها كانت مع الكابتن ايهاب جلال في تليفون بني سويف وحسني فتحي. يمكن انا اول واحد لما لاحظت الكابتن ايهاب معاكم في تليفونات بني سويف بصراحه لقيت في الوقت ده المستوى الفني بالنسبه لمجموعه اللعيبه لا ارتفع وبقى في كوره وكده. بالظبط. فده لفت نظرنا، وكان انا كلمتك انت في التليفون. مظبوط. المهم قلت لي انت ده مدرب عالمي الكابتن ايهاب. جيت حضرت لكم تمرينين لو تفتكر. فاكر انا لما جيت التمرين قلت جاي اسلم على الكابتن ايهاب، هتلاقيك انت بتفكر في حاجه ثانيه للمستقبل. فديت يعني الكلام ده كان تقريبا في شهر 4 شهر 5 كده بالظبط، والدوري خلص في شهر 7. كنا بنحضر قبلها يعني للموسم الجديد، لان الكابتن طارق في الوقت ده كان قال لي بقول لك يا وليد انا ديت اخر سنه ليا معاكم، انا هروح نادي تاني. كابتن طارق يحيى كان خلاص بالظبط. قال لي اللعيبه ديت عايزه يعني تحصل تغيير، وانا بقى لي 4 سنين وكده، فهيبقى برضه صعب عليا موضوع التغيير، وانا عايز اروح اجرب في نادي تاني وكده. بالظبط. راح المصري هو بعد كده كابتن طارق يحيى بالظبط، وجالكم كابتن ايهاب جلال من تليفونات بني سويف. بالظبط. وابتدينا التجربه، جاء احمد الشيخ، احمد سامي، احمد مسعود، وائل فراج طبعا. ما هو حسني فتحي ابن النادي رجع يعني. بالظبط. حسني فتحي من ولاد النادي معانا من هو في ناشئين مصر وهو 15 سنه وهو معانا. وحسني كان له دور كبير السنه دي، هيبقى يعني هرجع له ان شاء الله. بالظبط، يعني له دور كبير ودور اساسي في لم الشمل في الظروف الصعبه دي طبعا. المهم طبعا دي كانت البدايه، ابتدينا مع كابتن ايهاب جلال. والكابتن ايهاب جلال في اول سنه حصلتوا على المركز الرابع في الدوري، في المركز الرابع. وطلعنا واشتركنا في الكونفدراليه بالظبط. ويمكن كانت احساسك ايه بقى لما لعبت الكونفدراليه واول سفريه بره مصر، وانت يعني اول سفريه كانت بتتمشى في الملعب كده وتفتكر البدايات وانك وصلت خلاص بتلعب افريقيا؟ اول سفريه كانت المغرب، كان في الرجاء كان بعت لنا دعوه. رحنا لعبنا مباراتين هناك مع الرجاء ومع الفتح. لما في اول تمرين انا هقول لك برضه على الاحساس، في اول تدريبه كانت في ملعب الرجاء في الدار البيضاء. ماشي. وانا اتمشيت في الملعب كده وانا سرحان، فالكابتن قال لي في يعني لاحظ ان انا قلت له بص دار في مخيرتي من ساعه ما فكرت في انشاء النادي والطريق من هويدي لحد الفيوم بيستغرق نص ساعه. قلت له على فكره السيناريو ده كان في دماغي انك توصل، كنت تخيلت وان انا العب في افريقيا. بالظبط، ان انا اصعد من الدرجه الرابعه للثالثه للثانيه للممتاز، ان انا العب في دوري في افريقيا. قلت له ده كان كله في دماغي وانا ماشي كده. فكان يعني عايز اقول ان كان في العقل الباطن بتاعي. بالظبط. والحمد لله الموضوع ده اتحقق ولعبتوا الكونفدراليه، بس النتائج ما كانتش اول مره على لا بالعكس، ده احنا في الكونفدراليه عملنا نتائج حلوه. احنا في الكونفدراليه احنا اقول لك احنا طبعا لعبنا الدفاع الاثيوبي في الدور التمهيدي. احنا كنا اول سنه نشترك والحمد لله كسبنا هناك 3-1 وهنا في الفيوم 3-0. في لعبنا بعدها دونبوسكو في دور ال 32. دونبوسكو الكونغولي في دور ال 32. كسبنا في الفيوم 3-1 وهناك اتغلبنا 1-0 وصعدنا. بالظبط بنتيجه المباراتين. وبعد كده لعبنا اعتقد قسطنطينه الجزائري. هناك في الجزائر اتغلبنا 1-0 وهنا في الفيوم كسبنا 3-1 وصعدنا لدور ال 16 المقرر. لو تفتكر ان اللي بيطلع من دوري الابطال احنا كنا كده 8 فرق من الكونفدراليه اللي هو يعتبر دور الثمانيه، بينزل علينا 8 من دوري الابطال. من دوري ابطال افريقيا نزل علينا اهلي طرابلس. لعبنا مع اهلي طرابلس في تونس، تعادلنا 0-0. هنا في الفيوم كنا كسبانين 1-0 لحد الدقيقه 88. اتحسب علينا ضربه جزاء بسببها طبعا طلعنا من دور 16 المقارنه. وكان يعني ان انت الفوافي جبتوه منين؟ انا فاكر الفوافي جبناه من قسطنطينه. من قسطنطينه. بقول ان اللعبه المهمه جدا لان احنا لاحظناه في المباراه الاولى والمباراه الثانيه. واحنا في السنه دي احنا جبناه فري لانه الجزائر كانت لغت الاحتراف المحترفين. فاللاعب اصبح حر. فاللاعب اصبح حر فجبناه. ويمكن فوفي كان ممكن يتسبب في طلوعنا في المباراه ديت.
احنا كنا كسبانين 2-0 واحنا طبعا احنا مغلوبين هناك 1-0 2-0 تصعدنا بالظبط. قبل نهايه المباراه بربع ساعه فوفي جاب فينا جون بقت النتيجه 2-1 كده قسطنطينه تطلع تصعد لكن بسبب فوفي لكن بقى ربنا كرمنا بقى بميدو جابر في قبل المباراه ما تخلص ب4 دقائق 5 دقائق السنه اللي قبل ما اروح النادي الاهلي ميدو جابر بالظبط قبل المباراه ما تخلص ب4 5 دقائق وجاب لنا الجون الثالث والحمد لله صعدنا للدور اللي بعديه يعني. هو خبر قديم شويه لكن عايز ارجع له. ميدو جابر لما جاله الاهلي وجاله الزمالك وانا شايف ان كان عرض الزمالك في الوقت ده كان عرض قوي جدا وعرض مهم جدا لكنه ساعتها فضل الاهلي. كان بيفكر زي ميدو جابر في الوقت ده وانا عارف ان حضرتك قريب منه جدا. هل ساعدته في اتخاذ القرار ولا كان رؤيته ايه؟ ميدو جابر عايز اقول لك من اللعيبه المحترمه جدا اللي بتحترم كلمتها. ميدو جابر كان عاطي كلمه الاول لنادي الزمالك بالظبط تمام. تقريبا قعد بتاع شهر نادي الزمالك ما خلص معاهم اعطاهم مول قال لهم خلاص كده بعد كده انا مش فعدت شهر ما فيش حاجه ما حصلش حاجه جديده. ابتدى في مفاوضاته مع الاهلي وعشان عطى كلمه للاهلي خلاص حتى لو عرض الاهلي قال بس بصراحه يعني وديت يعني من الاسرار اللي محدش عارفها ان ميدو جابر راح لانه عطى كلمه للنادي الاهلي ارتبط بالكلمه بالظبط. حققتوا نجاحات كتيره جدا في الدوري الممتاز وقدرتوا تصدروا لعيبه للنادي الاهلي والنادي الزمالك والامور مشت بشكل كويس جدا. مع ايهاب جلال عملتوا او كابتن ايهاب جلال عملتوا موسم كويس وخدتوا ثاني الدوري ولعبتوا دوري ابطال افريقيا والمقصه كان طالع في السماء واي حد في الدنيا يتمنى ان هو يوصل لمصر المقصه. لكننا سمعنا اخبار الفتره الاخيره تفيد بانه يعني في مشاكل في مصر المقصه. مش عايز اقول بيانات اكتر لكنك هتقول لي الامور فين. بص برضو عشان طبعا يمكن كل نجاحات الماليه في مصر المقاصه حصلت بسبب بتوفيق الله ثم كابتن ايهاب جلال. ده الناحيه الفنيه بالظبط لان كل اللعيبه اللي اتباعت في الفترات اللي فاتت لحد السنه اللي فاتت هو كله صناعه اللعيبه دي كله صناعه ايهاب جلال بصراحه يعني. المهم طبعا احنا في شهر 3 تقريبا او في شهر 5 يعني تم ان له محمد عبد السلام ساب شركه المقاصه دي كانت بدايه طبعا ايه المشاكل فلما ساب المقاصه الاداره الجديده طبعا هي حره طبعا طرقت لها ان تلغي النشاط الرياضي وما يكملوش في النشاط الرياضي. شركه مصر المقاصه يعني انا اعتقد ان الاخبار دي اول مره تتقال في التلفزيون اللي هنا الملعب افريقيا تفاصيل المشكله في مصر المقاصه. لا انا بتكلم يعني بصفه النادي هم هم طبعا هم حرين فيه. انا بتكلم على الرؤيه بتاعتنا اللي هي ايه برؤيه النادي. حضرتك اصلا نادي هويدي ومصر المقاصه هو مستثمر بالظبط. فالمستثمر ده قال لك خلاص انا مش هصرف على النادي خلاص تاني. لكن هو خالف بنود العقد في الحته ديت تمام. العقد اللي بين حضرتك وبين مصر المقاصه بالظبط تمام. فطبعا بين النادي حضرتك بتمثل النادي بالظبط. اداره النادي طبعا صبرت كتير وديت حته يمكن عشان اللي هو محمد عبد السلام يمكن خاطر باسمه وخاطر بانه عرض نفسه للمساءلات القانونيه هو والاداره احتراما لكيان مصر المقاصه تمام. لان انت عارف ان احنا نادي اهلي وبيخضع طبعا للرقابه فاصلا طبعا كل شهر في مراجعه للايرادات في اي نادي طبعا بيجي لاي نادي في مصر حتى الاهلي والزمالك بالظبط. فانت بالتالي ابتدت تلفت نظر مديريه الشباب والرياضه للفيوم ان الايرادات متوقفه ان مفيش ان في نسبه ال 5% مش موجوده مش مصروف منها بتاع الكلام ده كله او متاخره. يعني البند المخالف ان مصر المقاصه ما بتصرفش. لا انا عايز اقول لك ان يعني انت وراك جهه اداريه بتراجع بالمناسبه يعني برضو ايه ان الاداره اتحملت كتير تمام. ابتدت طبعا ايه في مخاطبات تحصل من الاداره لشركه مصر المقاصه. ويمكن عايز اقول لك على حاجه هم عرضونا الموقف ان انت ممكن كنت تهبط يعني انت كنت تهبط لولا فضل الله عز وجل ثم اللعيبه الرجاله وده الحته اللي عايز اقول لك عليها اللي كنت بقول لحضرتك ان حسني كان له دور كبير في الامر ده لان حسني طبعا ككابتن الفرقه لا حامل على لم الفرقه وديت يمكن رساله لكل الانديه فعلا كبروا اولادكم لان اولادكم هم اللي هيقفوا معاكم في وقت الازمات لان لو في اي كابتن غير حسني مش من ولاد النادي لا كان يعني كان هيبقى في موقف تاني اعتقد يعني. طبعا وبرضه كل الشكر للكابتن ايهاب جلال لان هو في الوقت ده انا لما رحت لا انا عايز اقول لك حاجه انا رحت له البيت قلت له انت هتنقذنا اهو الجميل ده ليا وللفيوم الجمهور الفيوم اللي هو بيشجع الفرقه دي وهو جه عشان خاطري بصراحه يعني وعشان خاطر جمهور الفيوم في الوقت ده وقال لازم انقذ فرقه المقاصه وما سابنيش الا
وانا عندي 37 نقطه او لما اتاكدت ان انت هتفضل في الدوري الممتاز. بالظبط. فديت برضو حته تحسب للكابتن ايهاب جلال. طيب الوضع الحالي ايه؟ سمعنا ان شركات كتير اتقدمت لرعايه مصر الفريق يعني. لا ما انا بس هكمل لك الحته دي. فطبعا واللي هو محمد عبد السلام، اللي هو محمد عبد السلام صرف اكتر من 6 مليون جنيه من جيبه الخاص. بالظبط، لحل بعض جزء من المشاكل الماديه كبيره. بالظبط. اتعرضنا لاول مره ان بقى في شكوى فينا في الفيفا من الكابتن ايمانويل، كانت ممكن تعرضنا للخطر. تمام. وخصم 6 نقاط انت عارف الحاجات ديت كمان. اتعرضنا برضه ان انت في لعيبه ابتدت تشتكي فيك خالد قطش ومش عارف ايه. بالظبط. ما كانتش بتحصل قبل كده. كانت هتضيع كل طبعا الاستثمارات. الاداره مش هتسيب بقى نفسها. بالظبط. الاداره اتحملت كتير، الاداره اتعرضت لضغوطات وكانت ممكن تتعرض لتهمه اهدار مال عام. بالظبط. فلازم ان هي تعمل خطوات. واستحملوا كتير يعني. استحملوا كتير في الفترات اللي فاتت ديت. فاقصد لما هو عمل ايه، ان هو حمى نفسه قانونيا. ولازم لان هو المنوط بيه ان هو يحصل ايرادات النادي. فابتدى يتخذ الاجراءات القانونيه مره واثنين وثلاثه لحد ما جه جواب مديريه الشباب والرياضه ان انت يا تفسخ العقد يا اما هنحملك المسؤوليه اهدار المال العام للاداره. وبالفعل ابتدت الاداره الحته ديت. على فكره يمكن الامور اللي زي ديت مش معموله ضد في حد او بتاع الكلام ده كله، دي معموله لا والخدمه ولحمايه حقوق النادي سواء القانونيه او الماليه او كل حاجه او دي والنادي ده ملك لمحافظه الفيوم. بالظبط. مش وبيمثل شعب الفيوم كله. هو كانت بسمه الفرحه لشعب الفيوم. انت تيجي يعني هو طبعا علماء وخبراء في مجالهم. تمام. قد يكون كانت غايبه عنهم في الحته ديت او كده، لكن هو كان هيتسبب فعلا في كارثه كبيره كانت هتحصل للفريق لولا اتخاذ الاجراءات من مجلس الاداره. ومجلس الاداره ان شاء الله في طريقه باذن الله اكيد لشركه ثانيه ترعى النادي، لان مش هيسيبوا النادي ينهار اكتر من كده. يعني احنا المفروض في خلال اسبوع و10 ايام بالكتير نشوف شركه جديده لنادي مصر المقاصه الى الان او هويدي يعني حسب. لا انا عايز اقول لحضرتك طبعا دي حاجه خاصه طبعا باداره النادي يعني. طبعا اداره النادي هو اتخذت الاجراءات، واكيد طبعا هي اكيد هتختار الاصلح للفريق في الفتره القادمه باذن الله. طيب يعني خلاص يعني الدوري خلاص هيبتدي، الدنيا على الابواب، فكرتوا في مدير فني جديد، فكرتوا في شكل جديد ولا لسه الامور دي ما تطرقتوش اليها؟ كل الامور دي ان شاء الله هتحسم الاسبوع القادم باذن الله لما يعني تتضح الرؤيه. لكن هي الحمد لله يعني انا بطمن جمهور الفيوم ان شاء الله ان الاداره مش هتفرط في النادي ولا هتفرط في حقوق النادي ولا هتفرط في الفرقه باذن الله، وبنطمنهم ان شاء الله. طيب معانا مجموعه كده من الصور، اكيد الرحله الكبيره دي كان فيها ناس بساعدتك يعني، فمجموعه كده من الصور ونشوف تعليق حضرتك على كل صوره منهم. اتفضل. قول لي يا باشا. ده انا وانا صغير ودي بسام وهو صغير. يعني حضرتك وبسام ابن حضرتك الكبير. وبسام دلوقتي اتخرج خلاص من لا هو لسه في بيزنس في جامعه MSA. ماشي. الصوره اللي بعديها طبعا خالد شيطه وكابتن احمد درويش وايمن كمال. خالد طبعا ده من اخلص الناس وعمود اساسي في الفريق او في اداره النادي، ومعايا من ساعه ما اسسنا الفرقه من سنه 99 واحنا مع بعض. ما شاء الله. وكابتن احمد درويش طبعا ده كابتن النادي. كابتن ايمن كمال برضو كان من احد الناس المهمه. انا فاكر جدا المهمه جدا الاسماعيلي. بالظبط. الصوره اللي بعديها يا الله. ده كنت انا دي اسرار ملعب افريقيا. انا وعمرو اخويا. وده الوالد طبعا كان بيلعب دايما مع قاعده عائليه يعني. جبنا لك ذكريات قديمه قوي. بالظبط. لان الناس دي كلها اللي ساعدتك انك تلعب كونفدراليه وتلعب دوري ابطال افريقيا. طبعا ده اخويا اسلام. الله يخليك. الكلام ده في 2009 لو تفتكر في التدريبات في ملعب فيكتوريا. بالظبط. اول ما صعدنا كان في التمرين في ملعب فيكتوريا. بالظبط. اللي بعديها طبعا دي مهمه جدا يعني. طبعا ده الوالد طبعا اللي الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اللي انا فيه في مجلس الشعب. وده في حلف اليمين لي انا في مجلس الشيوخ. وبفضل الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى بارك لك طبعا الفوز العظيم يعني. خير من يمثل محافظه الفيوم الحقيقه. يا رب ان شاء الله ربنا يعيننا ونمثل محافظه الفيوم فعلا تمثيل ونكون اهل لثقه الناس يعني. ده طبعا يعني
يعني لو اخويا الكبير طبعا الكابتن ايهاب جلال، ويمكن مهما اقول مش هوفيه حقه، لانه عمل فيا انا شخصيا وفي جمهور الفيوم وفي نادي مصر مقصة جميل مش هيتنسي. ان هو اشتغل معانا السنه دي وهو عارف ان مفيش عندنا ازمه ماليه، لكن هو وقف معانا وساعدنا. وفعلا يعني الصديق بيبان في وقت الشده يعني. تمام. الصوره اللي بعديها. طبعا ده يعني العالمي الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن سيد متولي، وده في معسكر في اسماعيليه بالظبط. التجربه كانت حسبتها ازاي التجربه دي؟ والله عايز اقول لك على حاجه، الكابتن ميدو من المدربين الكبار جدا. لكن هو طبعا يمكن كنت اقول له انت الفكر بتاعك اعلى من الكواليتي اللي موجوده. يعني هو فعلا الكابتن ميدو ان شاء الله هيبقى من المدربين الكبار في مصر. اللي بعديها طبعا ده الكابتن عبد الجليل. واحنا في الكلام ده تقريبا غالبا يا كابتن، لا ده سنه 2009 برضه هو مع كابتن احمد عبد الجليل. كابتن احمد عبد الحليم. بالظبط كابتن احمد عبد الحليم. انت كنت معانا. ايوه ده طبعا يوسف ابو بكر لو تفتكر كان معانا برضه في واحد من اللعيبه المهمه جدا. 2009 كان كان غاني هو. وكان لعب معانا في الممتاز في السنه الصعود برضه في استاد الفيوم. الصوره اللي بعديها ده بسام في كابتن بسام. كانت اعتقد البطوله ديت من 3 سنين، كانت المقصه اللي هم تقريبا كانوا 15 سنه وكانوا خدوا بطوله الصعيد. ده بسام برضه في ملعب ديمو. الصوره اللي بعديها ده احمد ابني في ثالثه شرطه. احمد خلاص بقى ما اتجهش اتجاه كوره، راح اتجاه تاني خالص. هو كان بيلعب كوره برضه في المقصه، وطبعا وشرفنا طبعا بانضمامه لاكاديميه الشرطه. والواحد يتمنى طالب يعني واتمنى طبعا كل اولادنا ان شاء الله يبقى في كليه الشرطه. احمد برضه في التدريبات برضه. ده طارق بقى اخر العنقود. الشاب ثاني اعدادي. في ثاني اعدادي. هيروح كوره ولا ناوي؟ هو بيلعب كوره برضه. بيلعب مع الكابتن محمود الدناوي في الناشئين المقصه. دي مي بنتي بقى الصغيره برضه ثالثه اعدادي وبسام. ربنا يا رب يخليهم لك وتفرح بيهم. الحقيقه كنا حابين هنا في اسره ملعب افريقيا، كنا حابين ان احنا نجيب لحضرتك الناس اللي ساعدتك واللي كانوا معاك في كل رحلتك، واكيد اقرب الناس هم اللي وقفوا جنبك واللي طبعا ما ننساش طبعا يعني. طبعا ما ننساش خالد شيطه، ما ننساش محمد معوض دول بقى، محمد علي وخالد رشوان، وانت عارف المجموعه الكبيره دي كلها، وكابتن حاتم حسن وكابتن منشاوي كابتن رجب عويس طبعا. ما قبل بقى ما الوقت ياخدنا والحلقه الكلام الحلو بيخلص بسرعه، عايزين نروح على دوري الابطال الافريقي. وشفت يعني تاهل الاهلي والزمالك ازاي لاول مره في تاريخ افريقيا، وحدث تاريخي مهم جدا. والله بص، هو طبعا هو اول مره في مصر ان الاثنين يوصلوا للنهائي، ودي في حد ذاتها بقى حاجه كويسه جدا. الحاجه الوحيده اللي طلعنا بقى كويسه السنه دي من ازمه كورونا وكده. ويمكن طبعا بنحيي طبعا اللجنه الخماسيه فعلا على عوده الدوري. ويمكن سخونه الدوري 17 ماتش هم اللي خلوا الاهلي والزمالك فورمه اكتر من اي فرقه في افريقيا، وساعدت في الوصول للنهائي. طبعا الاهلي ده النهائي ال13، الزمالك النهائي الثامن ليه. بالظبط. وطبعا ان شاء الله نتمنى يعني كده الفايز مصري بالزبط. سواء الاهلي سواء الزمالك، والفايز فيها الكره المصريه باذن الله يا رب. طيب يعني انا عارف انك هتقول لي جبهه دبلوماسيه، اقول لك اهلي ولا زمالك، هتقول لي اي حد يكسب، لكن من الناحيه الفنيه شايف قوه الزمالك فين طيب، وشايف قوه الاهلي فين؟ قوه الاهلي في موسيماني. في موسيماني. موسيماني بصراحه من المدربين الكبار. انت لو تلاحظ عنده مرونه تكتيكيه. ويمكن الواحد معجب بيه اصلا من ايام صن داونز، وكانت بصراحه يعني من القرارات المحترمه القويه جدا للنادي الاهلي انه جاب موسيماني. وديت بانت حتى في اداء النادي الاهلي سواء في الدوري او في افريقيا معاه. ده انا بعتبر ان هو نقطه القوه رقم واحد، طبعا مع استقرار الاداره، مع كل العوامل الكتيره بتساعد الاهلي. قوه الزمالك بصراحه عنده لعيبه تقال، كواليتي مختلف. بالظبط. وبعدين برضو المدرب باتشيكو برضو من المدربين اللي هم تكتيكيين، وطبعا بيميل للدفاع اكتر، بيعتمد على هجمات المرتده فبيقفل. فالمباراه تبقى سجال ما بين موسيماني بمرونته التكتيكيه والكابتن باتشيكو اللي هو معروف ان هو طبعا بيقفل وبيعتمد على اللياقه البدنيه كمان. بيعتمد على الحلول الفرديه اكيد. طبعا. لا انا عايز اقول لك على حاجه، لو الزمالك
كسب الرجاء حصل له انهيار في اللياقه البدنيه في الشوط بالظبط، الثاني، بالظبط. والزمالك عشان البدني بتاعه عالي مم. كمل للاخر. مم. دي نقاط القوه هنا ودي نقاط القوه. وفروق فرديه قويه عند طبعا عند بص، اللعيبه. ما هو الاثنين قطبيه الكره المصريه. بالظبط. لكن اللي هيفرق في مين اللي بره، المدير الفني هو اللي هيفرق في المباراه دي. يعني الكلام الحلو خلص بسرعه، شرفتنا ونورتنا يا شيخ العرب. ده اولا سعيد جدا طبعا بالتواجد معاك وفي الفضائيه المصريه، وان شاء الله تتكرر. ان شاء الله تتكرر تاني قريب. وفعلا ده وعد. انا بقى لنا سنه فعلا. طيب بس ده وعد يتكرر ان شاء تاني الله ان شاء باذن الله. الله. ان شاء الله. ان شاء الله النهائي خلاص يوم 27 في برج العرب، نهائي خالص ما بين الاهلي والزمالك. كل التوفيق للاهلي وكل التوفيق ايضا للزمالك، والتوفيق لمصر نظهر بصوره كويسه. دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب افريقيا. استنونا الخميس الجاي وحلقه جديده من حلقات ملعب افريقيا على الفضائيه المصريه. تصبحوا على خير.